عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لكم تعملوا ايه في ليالي امتحان الاحياء. اكتر ليالي امتحان حيرتني من ناحية سماع الشرح. دايما كنت بكل سهولة بقول لك تسمع مين في الشرح. المرة دي محتار جدا بين كذا حد، لان بامانة الكل مقدم عظمة يعني، بس انا هقول وجهة نظري برضو. خلاص استقريت بعد وقت طويل بصراحة. يمكن دي المادة الوحيدة اللي سمعت فيها كذا حد وخدت جزء طويل من الفيديو عشان اقدر اقرر تسمعوا مين. في الاحياء عندكم تلات اشخاص لازم يتسمعوا. هما تلاتة، انت منهم مثلا هتختار اتنين. واحد اساسي ده ثابت معاك لازم يتسمع، وهقول لك اسباب اللي خلتني اقول لك لازم يتسمع. ومعاهم اتنين تانيين هتختار منهم واحد. بص، الثابت معاك، خلينا نبدأ باللي مش ثابت الأول. الحيرة بين أستاذ أحمد الجوهري وأستاذ محمد أيمن. أنا قسما بالله الوضع صعب قوي عليا على ما عرفت أختار بينهم. يعني أستاذ محمد أيمن بأمانة عامل عظمة بأمانة، بس الفكرة إن الفيديوهات طويلة جدا. وأستاذ أحمد الجوهري نفس الكلام. طيب، من حيث الشرح، ده شرح حلو وده شرح حلو. طيب، من حيث الوقت نفس المدة تقريبا. طيب، من حيث المجهود نفس المجهود تقريبا، نفس الشرح تقريبا، نفس الدروس. طب اختار بينهم على انهي اساس بقى؟ روعة ومتعة الشرح. استاذ محمد ايمن مقدم حاجة فوق العظمة، شرح جميل جدا، شرحه بطريقة حلوة جدا، اسلوبه كويس جدا. في زيادات والزيادات دي توقع، مش في مصلحة الطالب. دي وجهة نظر. يعني بيقول زيادات كتير وحاجات من كلية الطب، والحاجات دي عمرها ما تيجي في امتحان ثانوية عامة، والحاجات دي ممكن تلخبط. يعني أنا مثلا ممكن أقول لك جملة من الدعامة في النبات هي مش عليك في المنهج، ولكن أقول لك دي زيادة فتربطها بجملة تانية فتوقعك في الامتحان. الزيادات زيادات دكتور محمد أيمن مش مفيدة للطلاب من وجهة نظري، على عكس زيادات دكتور احمد الجوهري. وكمان من حيث الشرح، انا كنور بحب شرح دكتور احمد الجوهري اكتر. دي وجهة نظري. حتى لما كنت في تالتة ثانوي كان هو الشخص يعني اللي انا مشترك مع منصة كان دكتور احمد الجوهري، فانا برشح دكتور احمد الجوهري، ده الاساسي بتاعي. طيب، انا دلوقتي بسمع فيه وفضلت اسمع وبسمع من اول يوم، اكيد من اول ما انزل الشرح تمام زي الفل. بس انا عايز مثلا حد ايه، يكون شرح نفس اللي هم شارحينه بطريقة حلوة وفي نفس الوقت في وقت قليل، عشان في ناس الوقت بيزنق معاها في الاخر لو هي مش مذاكرة الشرح ده قبل كده. فعشان كده اقول لك دكتور احمد فايد. شفت برضه الفيديو بتاعه، الصور المصغرة بتاعته عجباني أوي بصراحة. المهم يعني الفيديو تقريبا 6 ساعات ونص أو 7 ساعات، مشروح بطريقة كويسة جدا. والمتعة بقى في الليلة دي كلها إن ال7 ساعات للمنهج كامل. حاجة عجبتني في الليلة اللي تقريبا محدش خد باله منها، إنه عامل الشرح بتاعه من خلال كتيب المفاهيم، وده الذكاء. اللي هو شاف ايه اللي جاي في كتيب المفاهيم شرحه، وشاف الحاجات اللي مش موجودة في الكتيب قال لكم عليها. ودي حركة ذكية جدا، لان زي ما قلت قبل كده، من خلال الامتحانات اللي بيحط الامتحان بيشوف ايه الحاجات اللي مش موجودة في الكتيب ويلعب عليها زي ما عمل في الكيمياء. فانا رأيي عندك دكتور احمد الجوهري هتشوفه، ده من وجهة نظري. لو مش بترتاح مع دكتور احمد الجوهري بلاش، روح لدكتور محمد ايمن. ومعاك دكتور احمد فايد، شرح بطريقة حلوة جدا في وقت قليل جدا والمنهج كامل. معكش وقت فانت تقدر تعتمد اعتماد كلي على دكتور احمد فايد. الراجل منزل الشرح المنهج كامل 7 ساعات، يعني لو سرعته على 2 في 3 ساعات ونص الدنيا تظبط معاك جدا جدا. طيب، معاك الوقت، اسمع دكتور احمد الجوهري واسمع دكتور احمد فايد وحل على قد ما تقدر. واحلى حاجه كمان في دكتور
احمد الجوهري ان هو بيحل بعد المحاضرات. يعني انا تقريبا كان لحد 3 ساعات ونص، حتى هو في الفيديو كان خلص 3 ساعات ونص كده وقام قايل جه وقت الحل اوعى تطلع من الفيديو، قال كده بالنص اوعى تطلع من الفيديو، فات الكتير ما عادش الا الكتير. ماشي، قام قايل كده بالظبط يعني. فانا شايف ان دكتور احمد الجوهري مقدم عظمه بامانه، وجنبه دكتور احمد فايد برضه مقدم عظمه. فانت ممكن تعتمد على دكتور احمد الجوهري ودكتور احمد فايد وتكنسل دكتور محمد ايمن. ده بالنسبة للي بيشوف شرح دكتور أحمد الجوهري أفضل من دكتور محمد أيمن، لأن برضو أنا شايف إن دكتور محمد أيمن، دكتور أحمد الجوهري، دكتور أحمد فايد، التلاتة مقدمين عظمة والتلاتة تعبوا جدا جدا. فمش حابب إن أقول كنسل واحد فيهم، بس دي وجهة نظري. مش هينفع الاتنين مع بعض. اصل ده مثلا عامل له بتاع 20 ساعة وده زيه، فالوضع صعب جدا انك تسمع في الوقت ده. فما رشحش كده خالص، فانت هتسمع واحد منهم. لو الحيرة بين دكتور محمد ايمن ودكتور احمد الجوهري، من وجهة نظري تسمع دكتور احمد الجوهري، وجنبهم ثابت دكتور احمد فايد، تمام زي الفل. نروح بعد كده بقى اللي هتعمل ايه النهارده. ثانية واحدة. النهارده الاثنين، معاك 2 3 4 وهتمتحن الخميس. تعمل ايه؟ بص، اول حاجة الدعامة والحركة سهلة، والهرمونات سهلة. الهرمونات لما تيجي تذاكرها ذاكرها مع التكاثر. ليه؟ لأن الاتنين مربوطين ببعض، ومن غير دي مش هتفهم دي. يعني من غير الهرمونات مش هتفهم التكاثر. إنما من غير أنا بقول إيه؟ ما علينا. المهم، لما تيجي تذاكر ذاكر الهرمونات مع التكاثر، لأن على ما أنا أفتكر الاتنين مربوطين ببعض. بعد كده نروح لنقطة، أول يوم هتذاكر دعامة ومناعة، تاني يوم هتذاكر هرمونات وتكاثر مع بعض، وآخر يوم هتذاكر البيولوجيا الجزئية. ماشي. طب دلوقتي انت خلصته. طب بالنسبة للحل هتحل شوامل. انت النهاردة مثلا هتخلص دعامة ومناعة، روح حل شوامل على الدعامة والمناعة كامل، تمام زي الفل. بعد كده بكره هتخلص هرمونات وتكاثر، حل عليه. بعدها تاخد الدي ان ايه والار ان ايه، خلصهم وحل عليهم في الشوامل. واهم حاجه في الشوامل امتحانات دفعتنا، اللي هي امتحانات كافره بمعنى الكلمه. امتحان الدفعه اللي قبلنا، الامتحانات التجريبيه، امتحان التجريبي بتاعكم، ظبطوا الدنيا بالنسبه دول اهم حاجه. يعني لو معكش وقت تحل كميه كبيره من الشوامل، دول اهم 5 امتحانات، تمام. وانت بتحل ركز على كل سؤال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاحياء مادة بتعتمد اعتماد كلي على الفهم، فلازم أن تكون فاهم كل حرف وكل كلمة وكل جملة بتتقال. لان انت لو ما فهمتش كل حرف وكل كلمة وكل جملة هتتنفخ يا صديقي. ليه بقى؟ لان امتحان الاحياء بيجي فهم 100%. لو معاك الكتاب مش ناقص معلومة وانت مش فاهم، مش هتعرف تطلع منه حاجة نهائية. فلازم تكون فاهم. الأسئلة في الأحياء ما بتجيش مباشرة، تيجي أسئلة معتمدة على الفهم. وأظن انت أكيد عارف ده من خلال كتاب الامتحان وكتاب التفوق، تمام. فوانت تذاكر ازاي؟ تسمع الشرح، بعد كده تروح تقرأ الدرس، بس قراءة بعناية وتقرأ كل كلمة وكل حرف. بعد كده تروح تحل. حاول برضه تقرأ من كتيب المفاهيم وتشوف ايه اللي ناقص وكده، عشان تبقى عارف الزيادات دي وتحفظها زي اسم. الأحياء مادة فهم، ومادة مش سهلة، وخايف عليكم امتحان الأحياء يجي صعب. ده أكتر مادة. يعني أنا عندي الفيزياء تيجي صعبة والأحياء ما تجيش صعبة، الكيمياء تيجي صعبة والأحياء ما تجيش صعبة، العربي يجي صعب والأحياء ما تجيش صعبة. لأن الأحياء لما بتيجي صعبة بتأذي جامد. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله امتحان الأحياء بتاعكم يجي سهل، لأن الأحياء لما بتيجي صعبة بتبقى أرخم من الرخام. بصوا على امتحان دفعتنا كده هتعرفوا أنا قصدي إيه كويس. يبقى أنت عرفت هتعمل إيه. هتسمع دكتور أحمد الجوهري ودكتور أحمد فايد، بعدها هتفهم كل كلمة وكل حرف في الكتاب،
هتسمع الشرح، بعدين تقرأ الدروس، بعدين تروح تحل. لما تيجي تحل شوامل. اول يوم هتاخد دعامة ومناعة، تاني يوم هرمونات وتكاثر، اخر يوم الدي ان ايه والار ان ايه اللي تخلصه تحل عليه شوامل. اول يوم خلصت شوامل الدعامة والمناعة، تاني يوم شوامل الهرمونات والتكاثر، اخر يوم شوامل الدي ان ايه والار ان ايه. واهم حاجة الخمس شوامل اللي قلت لك عليهم، الشوامل بتاع دفعتنا تجريبي وفاينل، الدفعة اللي قبلنا تجريبي وفاينل، والتجريبي بتاعنا. وبس، ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله.